السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بيصارة على الطريقة الشمالية الطنجاوية، هي اللي كتصلح في هذا البرد. كنتمنى تتابعوا معايا الفيديو. بسم الله على بركة الله. عندي الفول اليابس وجلبانة، غسلتهم مزيان وصفيتهم الماء. تقدروا تعملوا شحال ما بغيتوا. انا عندي هنا تقريبا 400 غرام ديال الفول و 400 غرام ديال الجلبانه. ومن بعد عملت الفول والجلبانه والماء. كيف ما كتشوفوا غطيتها بالماء، ما ضفت حتى شي حاجه اخرى، خليتهم يطيبوا. وغير تبدا تغلي نحيدوا عليها الغلاقه، وفي كل مره كتعمل الرغوه كنحيد لها ديك الرغوه. من بعد ما حيدت لها الرغوه، يعني دابا صافي ما بقاتش كتعمل الرغوه، ضفت ليها 5 ديال الفصوص ديال الثوم وشويه د الملحه، ملعقه صغيره ديال الكيمون ونص كاس ديال زيت الزيتون، وخليتها تطيب على نار مهيله. احنا باقي غادي نزيدو الزيت والكيمون في الاخر. من بعد ما طابت طحنتها في هاد الطحانه العاديه البلديه. ومن بعد عملتها في الطاجين باش تشحر شويه في الطاجين، وزيدت لها واحد شويه ديال الكيمون وزيت الزيتون. وهذه هي البيصرة على طريقة شمالية. انا زدت لها الزيت والكيمون، انا قلت لكم شحال ما عملت لها الزيت والكيمون كتجي معاها. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.